6 حاجات بتخلي نوم طفلك مش متظبط. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مروة البرلوسي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، وأتكلم عن نوم الطفل ليه طفلك ما بينامش. في أخطاء إحنا بنعملها بتخلي الطفل متوتر، نومه قليل، بيصحى كتير، ما بينامش بسهولة، بيعيط وهو نايم. هقولك عليها. أول حاجة منهم، طفلك لو بينام بعد الساعة 10 فده غلط عليه. ليه؟ حتى لو نام مدة أكتر من 8 ساعات فالطفل برضه بيبقى صاحي متضايق كسول، بيصحى الليل. جربي كده، هتلاقيه بيصحى في النص كتير، هتلاقيه نومه متقطع، هتلاقيه ما بيروحش في النوم بسهولة. بداية من الساعة 8:30 9 دي الفترة المناسبة للطفل ان هو ينام فيها. فظبطي نوم طفلك ان هو ينام بدري ويصحى بدري، ده افضل له علشان نموه وعلشان صحته، وفي نفس الوقت هيظبط ان هو موضوع ان هو نومه متقطع او بينام بصعوبة. جربي كده تظبطي له روتينه وقولي لي ايه اللي حصل. ان الطفل يكون بيشرب سكريات عالية زي العصير او بياخد حلويات فيها سكريات عالية قبل النوم، ده هينشط الطفل ويخليه مش قادر ينام. فحاولي قبل النوم ان انتي تقللي السكريات على قد ما تقدري وتوقفيها قبل النوم ب3-4 ساعات. ان يكون مفيش روتين معين للنوم. لو هو الطفل ملوش روتين معين، مثلا ما بياخدش شاور قبل النوم، ما بيلبسش لبس نوم معين، ما بيحضرش نفسه قبل النوم ب5 دقايق ان في وقت للنوم او ميعاد موحد للنوم كل يوم، فعدم وجود روتين ده بيأثر على نوم الطفل ويخليه ينام بصعوبة. الشاشات بتقلل افراز هرمون النوم وبتخلي الطفل مش قادر ينام. ده غير ان هي بتعمل نايت ميرز، بتعمل كوابيس للطفل. فحاولي توقفي الشاشات ساعتين على الاقل قبل النوم علشان الطفل يقدر ينام بسهولة. القلق والتوتر عند الام ممكن يأثروا على الطفل ويخلوه ما يعرفش ينام، فحاولي تخلي البيئة المحيطة هادية وتهيئيها للنوم، وما يبقاش صوتك عالي او صوت التلفزيون عالي، بحيث الطفل يقدر ينام بسهولة. وكل الاطفال تنام في وقت واحد لو انت عندك اكتر من طفل، بحيث ان يبقى معروف ان ده روتين للنوم، فالاطفال كلها تنام في وقت. اخر حاجة، الطفل محتاج بيئة حواليه هادية، مفيش صوت عالي، مفيش حاجة مزعجة، السرير بتاعه مريح، مفيش ألعاب حواليه، مفيش أي مشتتات للنوم، الضوء بتاع الأوضة خافت أو بنطفي النور لو هو ما بيخافش من الضلمة. كل دي حاجات بتهيئ الطفل إن هو ينام بسهولة. لو حافظتي عليها فالطفل هينام وهيقلل التوتر وهيقلل صحيان وسط النوم. زائد ان احنا بنقلل شرب الميه قبل النوم بحيث ان هو ما يحتاجش دخول التويليت. قولي لي بتعملي ايه من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، واكتبي لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه ساعدتك ان انت تنظمي النوم لطفلك. لو اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب واعملي شير عشان تنفعي الامهات التانيين ويقدروا يظبطوا نوم طفلهم.